السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا أهلي، أخيرا الأهلي هيقف لهم، أخيرا الأهلي هيوقفهم عند حدهم. يلا يا أهلي. إدارة النادي الأهلي في صمت، ولكن بمنتهى التركيز ومنتهى الاهتمام والجدية بتراقب موقف اتحاد كرة القدم من قيد اللاعبين الجدد للأندية في الموسم المقبل. الأهلي بيراقب 3 حاجات وعينه عليهم ومهتم بيهم تمام. الأهلي هيراقب الالتزام بمواعيد القيد وفقا للائحة الفيفا. لائحة الفيفا واضحة زي الشمس، ممنوع فتح قيد اللاعبين إلا بعد نهاية الموسم ببطولتي الدوري والكاس، إلا إذا ألغيت أحدهما. طالما اتحاد الكورة ما ألغاش لا الدوري ولا الكاس، يبقى مش هيقدر يفتح باب القيد إلا بنهاية الدوري ونهاية الكاس. مش نهاية الدوري بس، نهاية الدوري 25 يوليو. مش هيقدر يفتح القيد قبل نهاية الدوري والكاس، والأهلي مركز جدا ومهتم جدا. تاني حاجة، التزام اتحاد الكورة بخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بالرخصة وشروط الرخصة، وشروط ان كل نادي يكون ملتزم بالوفاء بكل ديونه في كل الاتجاهات، للمؤسسات وللمصالح وللاعبين وللأندية وللحكام كله لازم النادي يكون دافع. هل شروط الرخصة انطبقت على نادي الزمالك ولا ما انطبقتش؟ تالت حاجة الأهلي مركز فيها، هل في قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أو من المحكمة الدولية بمنع القيد لأي نادي مصري في الوقت الحالي ولا لا؟ 3 حاجات النادي الأهلي لن يسمح أبدا بالتلاعب، مهما كان في اتحاد الكرة فاسدين، ومهما كان وزير الرياضة بنفسه بيدعم الزمالك وبيعدلهم التلاعب والفساد. من يومين قلت لكم وكان عنواني واضح جدا ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي اصدر قرار بحظر الكلام لكل اللاعبين في كل وسائل الاعلام. رغم كده انتوا بتقروا وبتسمعوا تصريحات للاعيبة النادي الاهلي وبتكرروا الكلام وبتعقبوا على الكلام. مش عيب؟ كل التصريحات اللي بتقروها كذب وفبركة وهبد، وناس بتألف على لاعيبة النادي الأهلي في كل المواقع وفي كل البرامج، كلام عن الصفقات وعن الانتقالات وكذب بشع، ومحدش في المواقع وفي البرامج بيقول ان ده هبد وان ده كذب وان مفيش لاعب في النادي الأهلي من حقه يتكلم. عايز اقول لكل أهلاوي خلي بالك، تعاقدات الأهلي وصفقات الأهلي ومفاوضات الأهلي تحاط بالسرية. اللاعبون أساسا ممنوعون من الكلام. إدارة النادي الأهلي زي ما انتوا عارفين ما بتتكلمش. لما يطلع نجم كبير على الشاشات وعلى البرامج ويقول لك حسين الشحات رافض أو ممانع أو مش شرط، قول له انت جبت الكلام ده منين؟ حسين الشحات ما بيتكلمش والأهلي ما بينطقش. كلنا عارفين ومتأكدين في عروض للاعيب النادي الأهلي، وضع طبيعي جدا، أبطال أفريقيا وأبطال مصر وحاجة تفرح، لازم يجي لهم عروض ولاعيبة في مستوى عالي جدا، وفي لاعيبة عقودها خلصت زي حسين الشحات. كلها كام يوم وكل حاجة تبان. بس عايز أقول لجمهور الأهلي، بلاش أنت اللي تضغط على اللاعبين، بلاش أنت اللي تتنمر على لاعبي النادي الأهلي، بلاش تتطاول وتهاجم وتشحن زميلك في الجمهور على اللاعبين. لازم تعرف ان العلاقة بين اللاعب والنادي علاقة مميزة في كل الحالات، لكن لما النادي يقرر انه ينهي عقد لاعب، سواء العقد ممتد او العقد خلاص، هل ممكن انت ساعتها تهاجم النادي الأهلي؟ العلاقة طبيعية. العقد لما بينتهي من حق كل طرف يروح لجهة.
طالما النادي ما جددش العقد يبقى النادي مش مرحب قوي باللاعب. ايمن اشرف يروح فين؟ الله اعلم. يكمل مع النادي الاهلي ولا يروح مكان تاني؟ الله اعلم. برونو سافيو يكمل مع النادي الاهلي ولا يروح مكان تاني؟ الله اعلم. بواليا هيمشي، وميكيسوني هيمشي، وكل اللعيبه اللي لها عقود مع النادي الاهلي هتمشي. في هدوء. لازم احنا كجمهور النادي الاهلي ما نبقاش معول هدم ضد النادي الاهلي. النهارده صباحا لو تابعت الفيديو اللي عملته لك قلت لك ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري هيلعب مباراة حرس الحدود بتشكيل جديد وطريقة جديدة، وقلت لكم ان الاهلي هيواجه الحدود بطريقة هجومية. اللي شاف تدريب امبارح وتدريب النهارده مع مارسيل كولر منتهى الجدية انه يلعب بخط دفاع من محمود متولي ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح مكان محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. لكن لسوء حظ محمود متولي اتصاب، الله اعلم ممكن يلحق ماتش الخميس ولا الاصابه هتمنعه. لو ما قدرش يلحق ماتش الخميس هيلعب يا محمد عبد المنعم يا ياسر ابراهيم جنب رامي ربيعه، انما رامي ربيعه هيبدا هو وخالد عبد الفتاح في تشكيل جديد للنادي الاهلي امام حرس الحدود. عمرو السولية كمان ممكن تلاقيه في وسط الملعب، ممكن تلاقي مجدي قفشه، احمد قندوسي، احمد عبد القادر، كلهم ما بدأوش مباراة الوداد المغربي الأخيرة، لكن كلهم عندهم فرصة كبيرة يبدأوا المباراة. وغالبا الموضوع ممكن يكتمل بعلي لطفي حارس مرمى أو مصطفى شوبير ومحمد الشناوي يكون بره الفريق. حرس الحدود مباراة مؤجلة من الدور الأول، الأهلي ما لعبش حرس الحدود ولا رايح ولا جاي، بينما نص فرق الدوري أو أكتر طبعا من نص فرق الدوري لعبت حرس الحدود رايح جاي. حرس الحدود في المركز الأخير في المسابقة وتقريبا هبوطه تأكد بنسبة 100%. الاتحاد الأفريقي الكاف النهاردة أرسل لكل الاتحادات في افريقيا وطبعا للاتحاد المصري لكرة القدم ان يوم 30 يونيو المقبل يعني بعد 9 ايام فقط الموعد النهائي لكل الاتحادات لارسال اسماء الاندية المرشحة للمشاركة في دوري الابطال وفي كأس الكونفدرالية. مصر عندها ميزة زي المغرب زي تونس انها تشترك بناديين في دوري الابطال وناديين في الكونفدرالية، يعني مصر عندها 4 اماكن. لكن الكاف ارسل للاتحادات وقال لهم لازم كل نادي يشترك يكون معاه رخصة رسمية ويكون مقدم ميزانيته ويكون معلهوش ديون ويكون موافي للشروط. لابد كمان الأندية تلتزم بشروط الفيفا في سداد المديونيات اللي عليها في قرارات المحكمة الدولية وغرف فض المنازعات بالفيفا. المهم اتحاد الكورة عايز يأجل الموضوع 2 أسبوع لغاية ما يخلص الدوري. ما تفهمش ليه في حاجة، لكن لو بعت النهاردة ال4 أندية اللي كانت في المركز الأول في الدور الأول هي نفسها ال4 أندية اللي موجودة دلوقتي، ولما الدوري يكمل الموقف مش هيختلف. الزمالك مش هيقدر يعدي بيراميدز، فارق 11 نقطة، والزمالك ما عندوش غير 4 ماتشات ب12 نقطة، يعني بيراميدز محتاج يكسب ماتش واحد من 4 وبيراميدز كسب ال8 ماتشات اللي فاتوا. فالتأجيل ده هدفه ان يلاقوا اي فرصة للزمالك يدخلوه دوري الابطال، مش هيحصل. يبقى المفروض يدخل الاهلي وبيراميدز من النهاردة دوري الابطال ويدخل فيوتشر الكونفدرالية، ونستنى مين ياخد الكاس يدخل مع فيوتشر الكونفدرالية، مش رابع الدوري. القانون في مصر واضح، اللائحة في مصر واضحة، اللي يشترك في الكونفدرالية هو بطل كأس مصر وثالث الدوري العام، ده القانون. لكن عشان خاطر الزمالك يكسروا 100 قانون وقانون ويفسدوا كل حاجة في مصر عشان خاطر يدخلوا الزمالك، وديك الزمالك هتدخل اهي في كرابع دوري، وما فيش حد في مصر هينطق ويقول ازاي رابع الدوري يشترك في كأس افريقيا. النهارده قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي ممثل لمصر وممثل لإفريقيا، واللي هتتلعب في سبتمبر اللي جاي في سنغافورة. اتعملت القرعة النهارده في سنغافورة وللأسف جت في منتهى الصعوبة.
كان يبقى معانا نادي من الاتنين الاوائل، من بطل المانيا وبطل البرازيل. قلت لكم بطل البرازيل اقوى 1000 مرة من بطل المانيا، وفرانكا البرازيلي هو المرشح الاقوى. يجي معانا احنا فرانكا البرازيلي، والالماني راح المجموعة الثانية. قلت لكم ان اجنايت الامريكي اقوى كتير من الفريق الصيني اللي مشارك. يقوم يجي معانا اجنايت والفريق الصيني يروح الناحية التانية، ومنامة البحرين يروح الناحية التانية، ويبقى الناحية التانية 3 فرق. الاهلي ممكن يكسب 2 فيهم، ممكن يكسب الصين وممكن يكسب البحرين، ويجي لنا فرقتين صعبة قوي 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 نكسب اي حد فيهم، اللي هم فرانكا البرازيلي واجنايت الامريكي. لكن ان شاء الله عندنا ثقة في النادي الاهلي. انما ازمة اللاعبة هنا جودة وصلت للرأي العام وفجرت الانحلال والفساد اللي في الرياضة المصرية بصراحة. ورغم كمية الانحلال والفساد والانحطاط اللي عايشاها وزارة الرياضة في آخر 6 سنين لمجاملة الزمالك وظلم الأهلي مع الوزير أشرف صبحي، لكن توقعت المرة دي إن الوزير هيفوق. توقعت إن أشرف صبحي هينتفض ضد اتحاد تنس الطاولة لصالح بطلة مصر وإفريقيا والنجمة الأولى في الساحة المصرية هنا جودة، وإنه هيصدر قرار رادع بحل اتحاد تنس الطاولة وإلغاء قراره أو تجميده أو إيقافه، وهيعتمد سفر هنا جودة على طول لبطولة إفريقيا في المغرب مع مدربها الخاص على نفقة الوزارة، وإن الوزير هيجيب هنا جودة يقابلها في الوزارة زي ما قابل فرجاني ساسي ويعتذر لها ويعمل لها استقبال رسمي في الوزارة ويديها مكافأة كمان. لكن طلعت غلطان، وطلع الوزير أشرف صبحي هو الوزير أشرف صبحي، الزملكاوي المتعصب، الزملكاوي اللي العرق الزملكاوي ناضح عليه، اللي حادثة السويس مأثرة عليه وممشياه في الطريق الشمال. ولا كلمة من الوزارة ولا خبر